بس هو اصله اخويا مش شيء، هو يبقى ابن ماما كده من واحد كان معدي وكان عايش مع ابوه في الدنمارك طول عمره. رضا رجع وكتاب الله. يا حبيبي انا اول مره اعرف ان انت ليك اخ. طب هو فين؟ ممكن اشوفه؟ ايه؟ اندهله والنبي. عليه الصلاه والسلام. اندهله والنبي، نفسي اشوفه. حاضر يا رضا. لا بصوت عالي. يا ايه ده؟ شكله نايم، اصل عنده مدرسه الصبح. اصله في 5 ابتدائي بس واد عسل قوي يا هنا وكيوت قوي. عربيه الناموس وصلت. امي يا ابو الحاج، ايه ده؟ انت رضا؟ انا سيسيس. كل يوم يحط لي الصحن تحت الكنبه نجيله طوبه اغشهم الاقي ماجد قطاعي. حتى الحشيش حامل عليك قله وحامل عليك روسين مخلي ماجد يتسقسق وحاسس انه كان اسمه. انه يقول لك اهلا بك في بيتنا الجميل وسعيد بهذه الزياره الجميله. وده بقى له لغه ده بقى ان شاء الله. انا مش كنت بقول لك عايش في الدنمارك، فعشان كده تلاقي الاكسون بتاعته دنماركي. وحشني يا رضا، تعالى في حضن اخوك. وحشني يا حبيبي، وحشني يا اخويا. وده بقى في 5 ابتدائي؟ والله ما فاكر، هو يا في اولى ثانوي يا في 5. انت في 5 ولا